اليوم لنا موعد مع مجد جديد في كرة القدم. ربع نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة بالشيلي ضد الولايات المتحدة الأمريكية، المنتخب القوي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا غنطرقوا لواحد الموضوع آخر اللي هو الناس اللي كيشكوا في التنظيم ديال المنتخب ديال المغرب لكأس إفريقيا 2025 والجاهزية والأمن والأمان، وتكلموا عن أمور كثيرة. بداوها بالجاهزية ودوزوها للفيزا، من بعد انتقلوا للأمن. بلان أ، بلان بي، بلان سي، ديو أو وزيد. المغرب هو اللي كاين، المغرب هو اللي غينظم، وهو اللي دائما رقم واحد في إفريقيا، لا في التنظيم ولا في كرة القدم كرياضة. المستجد من الكان هو أن المغرب سيستضيف مباريات الملحق، البراج، لي ماتش براج ديال إفريقيا اللي غادي يكونوا هما. أشرح الموضوع كيفاش. عندنا 9 المجموعات في إقصائيات كأس العالم. الأول سيتأهل إلى الدور الثاني. كيبقاو عندنا 9 فرق، 9 منتخبات تحت الصف الثاني. غناخذوا منهم 4 أحسن ترتيب اللي عندهم أكبر عدد من النقاط بين الثاني والثاني والثاني، الثاني ديال كل مجموعة. وهاد الأربعة غيلعبوا البراج في المغرب، مباريات الملحق أو السد في المغرب. الطريقة هي نصف نهائي يوم 13 نوفمبر والنهائي يوم 16 نوفمبر، والمتأهل سيلتحق بالملحق العالمي اللي غادي يكونوا فيه منتخبات من جميع القارات. الترتيب الثاني ديال كل مجموعة ليس هو الموضوع اللي كاين حاليا، كاين واحد المستجد كذلك. المجموعة اللي فيها المنتخب المغربي عندها 5 ديال المنتخبات بعد انسحاب إريتريا، والمجموعات الأخرى فيهم 6 المنتخبات. إذن حتى يكون هناك تكافؤ للفرص، الثاني في كل مجموعة غنقصوا ليه النقاط اللي حصل عليها من آخر المجموعة. واضح؟ الثاني من كل مجموعة غنقصوا ليه تنقيط تاع مباراتين ذهاب وإياب مع آخر المجموعة، حتى تبقى الحصيلة ديال 5 منتخبات عوض 6 منتخبات، لأن مجموعة فيها 5 باش يكون تكافؤ الفرص بين الثانيين. إذن المغرب دائما هو اللي غينظم، والمغرب دائما هو اللي تحت يعني الإشراف ديال فوزي القجع. دائما راهنا إشارة الأفارقة إخواننا وأشقاؤنا. المغرب راهنا إشارة إخواننا وأشقاؤنا الأفارقة، واللي ما عجبوش الحال يطلع للرباط يشكي، لأن المقر ديال الفيفا في الرباط. اللي ما عجبوش الحال يجي يشكي في الرباط، لأن هذه إقصائيات كأس العالم تحت لواء الفيفا. يجي يشكي عندنا في الرباط لأن عندنا المقر ديالنا في الرباط، يجي للرباط ويشكي بالمغرب لأنه ينظم. أمزح. نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو المنتخب المغربي للشبان أو لأقل من 20 سنة. هذه الفئة كما قلت دائما وقلت سابقا، هذه هي أهم فئة في المنتخبات، هذه أهم فئة في المنتخبات. ويجب على الفيفا أن تغير بعض الأمور بالنسبة للتصنيف باش تتوضع المجموعات، تكلمنا عليه، بالنسبة لعدد المنتخبات المشاركة، وحتى التوقيت ديال المونديال ديال الشباب، وحتى فرض هادو اقتراحات، حتى الفرض على الأندية أنها تسرح اللاعبين لمنتخباتها كالمنتخب الأول. لأن هذا الأمر هذا غنديروا عليه فيديو من بعد ما تنتهي
هاد الكأس هادي. المغرب له عنده واحد اللقاء مع الولايات المتحدة الأمريكية في دور الربع باش نمشيو لدور النصف اللي حنا متعودين على دور النصف. غير سمحوا لي، هذه هي الحقيقة. 2005 نصف نهائي كأس العالم لهذه الفئة ديال أقل من 20 سنة. 2022 نصف نهائي كأس العالم للكبار. 2024 نصف نهائي الألعاب الأولمبية والبرونزية. إذا حنا تعودنا على نصف النهائي. حتى أقل من 17 سنة كأس العالم الماضية تاع 2023 كنا قريبين باش نوصلوا للنصف النهائي. وصلنا لربع النهائي وكنا قريبين باش نوصلوا للنصف النهائي. في الفوتسال كنا قريبين من النصف النهائي لمرتين متتاليتين. إذا تنتمنوا التوفيق لبن شاوش وباعوف ومعمر ومعمة والزبيري والجسيري والخليفي وبختي والزهواني واللي نسيتو الكل، ومحمد وهبي. لأن هذه المباراة هذه أنا أعتبرها هي أقوى مباراة غير على المنتخب المغربي. كيف ما كتعرفوا نصف النهائي تأهلت ليه كولومبيا على حساب إسبانيا. هذا هو التوقع اللي خطأت فيه، كنت كنتوقع إسبانيا. كولومبيا تأهلت على حساب إسبانيا، والأرجنتين على حساب المكسيك، وكانت مباراة قوية. بالنسبة للمغرب الولايات المتحدة الأمريكية، أما الطرف الرابع اللي غادي يكون يا إما فرنسا يا إما النرويج، وأنا أرشح فرنسا رغم أن المنتخبين كانا يعني لا يستحقان الوصول إلى هذا الدور. على كل حال واحد منهم غادي يمشي للدور نصف النهائي، ونتمناو ندوزو هذا الدور اللي هو أصعب من دور نصف النهائي بالنسبة لنا. المنتخب ديال الولايات المتحدة الأمريكية عنده القوة ديالو في الهجوم، وبالأخص في وسط الميدان الهجومي، لانتر غوش ولانتر دروا. هادو راهم اللي مسجلين الأهداف للولايات المتحدة الأمريكية بالاختراقات ديالهم يعني بالفنيات اللي عندهم. هو منتخب قوي صحيح، لكن المنتخب المغربي قادر على تجاوز هذا المنتخب، لأنه عنده شيئين اثنين مهمين بالنسبة لنا. أولا التنظيم التكتيكي، وخصوصا دفاعيا، مع التحفظ على هذيك ضربات الجزاء اللي كنعطيهم مجانيا. يعني التنظيم الدفاعي والتنظيم التكتيكي لهذا المنتخب الشاب اللي أنا كنرشح من خلاله بعض اللاعبين يلتحقوا بالمنتخب الأول بعد كأس إفريقيا، ولكن واحد كنتمنى أنني نشوفه يتجرب قبل كأس إفريقيا، ممكن ينفعنا في كأس إفريقيا، هو باعوف. أقولها وهذا خاص بي، رأيي. باعوف يمكن يكون كخيار لوليد الركراكي في كأس إفريقيا بعد تجربه بطبيعة الحال. أنا كنظن أن هذا اللاعب، أما اللاعبين الآخرين ننتظروا عليهم حتى تفوت كأس إفريقيا اللي هما ثلاثي الهجوم 3. هنا هذا هو التفوق ديالنا، هو التنظيم التكتيكي. والنقطة الثانية هو الفرديات اللي عندنا في الهجوم. هذا المنتخب على خلاف المنتخب الأول والمنتخبات الأخرى اللي عندنا، هذيك المنتخبات كلها كتلقى مثلا المنتخب المغربي الأول المدافع يسجل، وسط الميدان يسجل، عندنا مشكل في قلب الهجوم، عندنا مشكل هنا، نسجل هذا يسجل هذا يسجل. هي مزيان كرة القدم جماعية، كل شيء يسجل مزيان، ولكن الجميل في هذا المنتخب ديال الشباب التخصص يا أخي، اللي كيسجلوا صحاب التخصص ديال التسجيل. إلا مشينا للزبيري راه مسجل 3 وواحد ما تحسبش ليه لأنه هو ضرب في المدافع ودخل، يعني كأنه سجل 4، مع العلم أنه ما شاركش في المباراة الثالثة حتى الدقائق الأخيرة. يعني اللاعبين المهاجمين، هذا هو الجميل، أن المهاجمين عندنا عندهم هذيك الحاسة ديال الشبكة،
عندهم واحد كيعرفوا يوصلوا للشبكه، وكيعرفوا يقتنصوا هذيك الكرات اللي كتجي من الارتداد، يعني من التحول من الدفاع للهجوم. هذيك هي اللي كنتمنى انها تلعب عاوتاني مع الولايات المتحده الامريكيه كما كان مع اسبانيا والبرازيل، وبالخصوص مع اسبانيا. بالتوفيق لمحمد وهبي واللاعبين، وان شاء الله قادرون على اننا نوصلوا للمربع الذهبي اللي تعودنا عليه. ومن بعد هناك كلام اخر، نوصلوا بعد المربع الذهبي بالتوفيق. مبروك للمغرب اللي كيرد الصرف على بعض الاخوان المشككين في التنظيم. حنا غادي ننظموا كذلك الملحق الافريقي المؤهل الى الملحق العالمي المؤهل الى كأس العالم. تحياتي.